الدكتور الحاج حلمي، طعام وعاملين عامل 3 اطباق. حضرتك الإضراب اللي عاملينه الأطباء إضراب جزئي؟ اضراب جزئي. لا يعني هو المرضى والناس كلها في مصر فاهمين الاضراب خطأ. هذا اضراب جزئي لا يمس مصلحة المريض، واذا علم المريض ما في الاضراب ومغزى الاضراب هيضرب معانا، لان هذا الاضراب في مصلحة المريض قبل ان يكون في مصلحة الطبيب. هناك بند من بنود الاضراب التي اتبعت عليها الجمعية العمومية في اوائل اكتوبر. اولا عمل تأمين المستشفيات من زيادة أعمال البلطجة على 25 يناير، زيادة أعمال البلطجة وإهدار دم الأطباء والقتل ضرب الأطباء وتكسير ممتلكاتهم وسياراتهم في أماكن كثيرة في الاستخدام بسبب أو بدون سبب. 2 رفع ميزانية وزارة الصحة من 3.8 إلى 15% على مراحل متعددة. ثالثا كادر الطبيب رفع، لو علم المريض ما في رفع ميزانية وزارة الصحة من نسبة 3.8 حالية إلى 15% هيقف معانا ويقول احنا مصرون على الإضراب. في حالة عدم الاستجابة للمطالب هل هيتم تصعيد بطريقة ما مثلا؟ هو هل ممكن نوصل لإضراب كلي مثلا؟ لا، لن يحدث أبدا، لأن رسالتنا احنا علاج المريض وليس قتل المريض. والإضراب الجزئي يشمل فقط الأهداف الخارجية، لا يمس روح المريض في أي حال من الأحوال. الاستقبال يعمل بكامل طاقته، العناية المركزة، الغسيل الكلوي والمستشارين، الحضانات، العمليات الجراحية الحرجة والعاجلة والمستعجلة، كل هذا يعمل. حالة عدم الاستجابة سوف نصر على الإضراب ولن نصعد كلمة ان انا اغلق استقبال. هذا خطأ كبير يتردد من بعض الاطباء يعني على غير المسؤولية، يعني لا يتحملون مسؤولية الإضراب الكلي. الإضراب الكلي مرفوض 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 مرفوض. هذا يمس مصلحة المريض، يمس روح المريض، يمس حياة المريض. نحن ضد الإضراب الكلي، ولكننا في الإضراب الجزئي فقط لنضغط به لتحقيق المطالب، ودي مطالب عادية على فكرة. يعني أنا كرجل كطبيب خريج 87 وتعيين 88 على درجة مدير عام من هذه الأيام، ومرتبي يعني لا يتعدى 1000 جنيه بدون حوافز. ماذا لو تعرض الطبيب لحادثة مثلا أخذته في فراشه مثلا شهرين، من أين ينفق؟ قل بالله عليك من أين ينفق؟ هناك طيب من يتحدث عن سوء معاملة، سوء في العلاج، خطأ في العلاج من بعض الأطباء، الاستقبال في بعض المستشفيات بيبقى ليس على الدرجة المطلوبة. ده إجابة يعني أنت بتسأل السؤال اللي هو إجابة إن أنا أرفع ميزانية وزارة الصحة. الاستقبال غير مجهز في بعض المستشفيات، العمليات غير مجهزة، هناك نقص في كميات الأكسجين مثلا في بعض المستشفيات، هناك نقص في البنية التحتية في مستشفيات كثيرة، ليس هناك أدوات وآلات جراحية نستخدمها في إجراء العمليات والتدخلات الجراحية. لو رفعنا ميزانية الصحة سيعود على المريض بالنفع قبل أن يعود على الطبيب بالنفع. شكرا دكتور.